ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ لسه مخلص تمرينة بوش عالمية في جيم بينوس. وبمناسبة ان شاء الله انا بتمرن في جيم بينوس عشان انا بطولتي بعد 5 ايام، اللي هي بطولة بينوس اللي عاملها اكبر جيم في العالم اللي هو بينوس. تعالوا بقى اخدكم جولة كده سريعة في الجيم، اوريكم الجيم كله بالتفاصيل عامل ازاي. يعني سيبك بقى من الحاجات العادية اللي بتشوفها في دبي، يعني البورش والفراري والمزراتي والعربيات. انت كل يوم هتيجي تلاقي اجهزه مختلفه متبرشمه بالشكل ده. يعني ليه؟ لان هم كل يوم بيجيبوا اجهزه جديده وزوايا جديده. معرفش هو هل في مصنع جوه هو اللي بيصنع ولا انا معرفش، بس كل يوم حرفيا كده. عندنا طبعا كل يوم برضو ما شاء الله تلاقي عربيه مركونه زي العربيات دي والباجي الجميله دي. افتح يا بينوس. طبعا انا عشان مشترك في بطوله بينوس فواخد اشتراك شهر ببلاش في بينوس. هاي، هاو ار يو. تعالى بقى يا جماعه نوريكم الاول اجهزه الدور الاولاني من اجهزه الكارديو. اول حاجه انت عندك اول بار في اول دور كارديو. هنا انت بتعمل وجبتك. هاي، عامل ايه؟ everything is okay. خدت بالك من عامل ايه دي؟ ممكن تنقي الفاهيتا، يعني نوع البروتين اللي انت عايزه بالجرام، صح؟ يعني انت بتعمل الميل بتاعتك، بتقول له انا عايز مثلا 150 جرام فراخ مشويين و150 جرام مثلا رز بسمتي. يعني انت تقول له بالجرام هيعملها لك. بتقول له الصوصات اللي انت عايزها، كل حاجه دايت 100%. في بيتزا دايت، في برجر دايت، في ايس كريم دايت. تعالوا معايا. طيب انا دلوقتي وانا بتمرن عندي فرح، عايز احلق في حلاق. ومش بس كده، انت بعد ما بتخش، انا مكسل الصراحه مش مهم يعني، بس ده حلاق. بعد ما بتخش انت ممكن برضو عايز تعمل مساج، عايز تعمل ضوافرك، عايز تعمل حواجبك، از يو لايك. هنا بقى عندك صوصات الدايت، مايونيز دايت، سويت شيلي دايت، كاتشب دايت، باربيكيو دايت، سويت اونيون، everything. عايزك بقى سيبك من كل ده. عمرك شفت جيم في كميه الستير ماستر ده؟ انا فاكر ان الستير ماستر ده لما نخش الجيم عندنا في مصر، لما نروح اكبر جيم في مصر، لو رحت عنده هتلاقيه في 2 ستير ماستر، وبتقف طابور اتليست 3 قدامك. هنا بقى مركز استشفاء، لو عايز تعمل مساج، حجامه بقى، علاج اصابه معينه. في دكاتره علاج طبيعي، في صينيين وباكستانيين متخصصين جدا في المساج. تعالى معايا. احلى تفصيله بقى، عشان انت في دبي وبلد عربيه اسلاميه، ومسجد على فكره كبير. يعني انت ده من بره بس كده، طبعا مش هعرف نخش طبعا نصور اكيد في المسجد، بس ما شاء الله المسجد كبير يعني يشيل اكتر من 500 نفر. هنا بقى بوابات بينوس لما بتعمل اشتراك شغاله بالفيس اي دي، ولا بقى بصمه ولا تدفع على صباع. تعالوا نخش. يا جماعه احنا كل ده لسه داخلين الجيم اهو. يعني اللي وريته لكم ده كله انت لسه ما دخلتش بوابه الجيم. هنا بقى دي اجهزه الشيست كلها. ده الدور اللي فيه كل اجهزه لها علاقه بالشيست. تعالوا بقى اوريكم تاني اريا، وهي البوكسنج. انت بقى واحد بتلعب ام ايه او كيك بوكسنج او بوكسنج او اي حاجه لها علاقه حرفيا بالفنون القتاليه. لو انت بتلعب ام ايه هتلاقي مدرب ام ايه، بتلعب كيك بوكس تلاقي مدرب كيك بوكسنج. طبعا هنا الناس خلاص تمرين. كانت واحد بيلعب مثلا فايت بس ورا الحلبه. في بقى الناس اللي بتتمرن عادي او الناس اللي بتكمل كارديو. وهنا شايفين كل الحاجات اللي ممكن تحتاجها انت كفايتر عشان تأهل نفسك اكتر. تعالوا بقى نخش على اجمد حاجه في الجيم بجد بقى. يلا. هنا بقى يا جدعان السبلمنت ستور بتاع بينوس. يعني مش عارف، هنا بقى موجود فيه اي شركه مكملات في الوجود ربنا خلقها، موجود ليها المنتجات بتاعتها. موجود لبس جيم، موجود جزم جيم، موجود قطات جيم. تعالوا نتفرج. بصوا هالك كمان قاعد واقف، يعني انت فعلا يعني حاجه جميله جدا. دي بقى منتجات الجيم نفسه. يعني بينوس عامل اصلا اوريدي بينوس بروتين، بينوس بي سي دبليو اي، بينوس كات. ايوه بقى، ايوه اللبس. تعالوا نمشي باللبس شويه. يعني مالناش نفس يعني ولا ايه؟ ناولني يا ابني. بروتين ايزوفيت وكاسه سي 4 وكاسه ريد كان 1 من بتاع الدره ده. بص بقى يا جدعان، سيكشن البري ورك اوت ده السي 4 انا عاجبني جدا ان حرفيا
يا جدعان تحس ان انت كواحد بتعمل عضلات تحس انك في بيتك والله بجد يعني. طبعا هم مش هينسوا البنات، يعني انت لو بنت وفورمه وعايز تهتم بجسمك عاملين بروتين للبنت، عاملين بروتين بارز للبنات، عاملين مكملات للبنات، عاملين كل حاجه ليها علاقه زي الرجاله بالظبط للبنات. ايه بقى الفرق؟ يعني مثلا عندك البروتين ده هو زياده عليه مثلا ايه؟ زياده عليه مثلا بايوتين، فيتامين بايوتين ده اللي هو عشان يقوي الشعر، يقوي الضوافر، يقوي اكتر البشره. طبعا انت كبنت تبقى عايزه تهتم بالحاجات دي فهم بيضموها لك اكتر على ده. واحد يقول لي طب انا راجل لو خدته هيحصل حاجه؟ مش هيحصل لك حاجه، بس بتخلي الحاجه بتاعت الرجاله للرجاله وحاجات البنات للبنات. يا اخي ده انت صعب. يا جماعه انا مبسوط بقى ان انا شفت النهارده حبيب قلبي واخويا العالمي انفورما حضن مطارات. ومش بس كده اصلا قريبي. عارفين يا جماعه المصريين لما بيشوفوا بعض في الغربه، لا تخيل نفسك تشوف بقى مصريين يشوفوا وفورم يشوفوا بعض في الغربه. لا الراجل ده عامل مستوى خطير يا جماعه. انا مش عايز اقول لهم انا شفت ايه. لا انا مش هقول لهم انا عايزهم يتفاجئوا على المسرح بالقنبله اللي طالعه. يا فورم ما تكذبش كده يا جماعه. انا بس عايز اقول لكم على حاجه، انا انبهرت. انا لسه من يومين كنت بتفرج على الماتش بتاع انفورما دبي برو. عايز اقول لكم بس على حاجه، معلومه ناس كتير مش عارفاها، عشان الناس تقريبا مش كل اللي تعرفوا عن كمال اجسام اولمبيا بس. لا يا جماعه، في ارنولد كلاسيك، في دبي برو، في بينوس. يا جماعه دبي برو دي من اتقل واصعب البطولات اللي ممكن حد يتخيلها في حياته. كابتن انفورما بسم الله ما شاء الله خد رابع فيها. انك تاخد فيها اصلا، انك تاخد فيها توب 10 دي اساسا، وانك تطلع على المسرح وتعرف تأدي، وانك تبقى جريء ما شاء الله، كونفيدنس، تعرف تعرض وتعرف تبص، تعرف تخلي عينك في كل حاجه. انا شفت الماتش كله بجد، اقسم لكم بالله يا جماعه الراجل ده عالمي عالمي، اقسم لكم بالله. اخويا مبسوط جدا والله. انا عايز اقول لك حاجه والله العظيم يا جماعه، الراجل ده تعب قوي 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 في التحضيره دي، فانا مش عايز منكم غير الدعم للراجل ده، وان انتوا تدعوا له، ادعوا له ان ربنا يوفقه، هيطلع بمستوى مشرف ده اكيد. المركز انا بقول لك هو من واحد لعب ماتش والتاني والتالت، المركز ده بتاع ربنا. انت عملت اللي عليك. انا عارف ان انت على فكره انت من اتقل الناس اللي هتخش. ليه بقى؟ لانك انت اجتهاد فوق الزياده. فانا عارف ان انت هتشرفنا. يا عم هات حضن بقى. هات حضن بقى حبيبي، اقسم بالله. يا جماعه استنوا ان شاء الله نعمل بقى فلوج انا والراجل الجامد ده قوي باذن الله. نحتفل بقى كده بعد البطوله بتاعتي. هنخلص وسيب التخريب عليا. هنبوظ يعني؟ سيب التخريب عليا. ومره هيجي لي الاندلس ناكل سمك وهناكل جمبري وحركات. عم محمد استناني. احلى مسا عليك يا بوب، واحلى مسا على حسين الفورمه وكل وحوش الفورمه. حبيبي يا وحوش عريبي. هنا بقى يا جماعه الاريا دي كلها، احنا كنا عندنا اريا بتاعت اجهزه الشاست، ده بقى الاريا بتاعت اجهزه الرجل كلها. انتوا متخيلين يا جماعه؟ هنا في بتاع 7 اجهزه سمانه بس، يعني السمانه لوحدها ليها 7 اجهزه. لا حول ولا قوه الا بالله. فرصه بقى يا جماعه وانا بوريكم اجهزه الرجل. اصلا مدربي هنا وبيلعب رجل، فناس كتير بتقعد تسالني انت بتحضر مع مين، بتحضر مع مين، مين اللي بيحضرك؟ هوريكم بقى مدربي العالمي حبيب قلبي واخويا الكبير قبل ما يبقى مدربي، كابتن عمر هاديو. يلا بينا. طبعا احنا لبسناه مايك، انا لسه لبسناه مايك عشان بس اشتري لي ايه ده الناس فجاه ايه. ايوه يا كابتن هاديو. ايوه يا كابتن عريبي. حبيب قلبي كله تمام. ده يا جماعه المدرب بتاعي واخويا الكبير. ناس كتير عمال تسالني تقول لي بقى انت بتحضر مع مين، بتحضر مع مين؟ اتفضل. يا جماعه الحمد لله، يعني انا وعريبي تقريبا بقالنا شهرين عاملين دايت التزام 230%. هو ما شاء الله عريبي اخر فتره دي يعني المايند سيت بتاعته عملت ايفولفنج جامد قوي. يعني كلنا كنا عارفين عريبي فيديوهات كوميدي جميله وبتاع، بس الفتره دي بقى بادي بيلدر على حق. فاست كارديو بقى، بوست ورك اوت كارديو، وجبات بقى بالجرام، ملح بالجرام. فان شاء الله يعني يوم السبت ادعوا له ويلعب ان شاء الله ناشئين، وهيكون تقريبا اصغر واحد في الناشئين كسنا لكن اكبرهم كحجما ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، كله بفضلك. احنا عملنا اللي علينا وكل مجتهد الباقي على ربنا ان شاء الله. على ربنا ان شاء الله. يلا خير. بس ان شاء الله نشرفكم ونبسطكم يا جماعه. يا جماعه كابتن موسى صلاح بقى العالمي، انا عمال اخش اوريكم ابطال انا عارف، بس يا جماعه كابتن موسى صلاح العالمي لسه واخد خامس بسم الله ما شاء الله توب 5 في دبي برو. يا جماعه زي ما قلت لكم دبي برو دي من اصعب البطولات واجمد البطولات اللي بتتعمل في دبي كل سنه. بس ما شاء الله كابتن موسى صلاح العالمي جه دبي وكسر الدنيا من المصريين الفراعنه، فرعون ابن فرعون اصيل.
جامد يا حبيبي، حبيب قلبي يا كابتن موسى بقى، بالتوفيق ليك ان شاء الله. يا رب يا رب يا حبيب قلبي. يعني هم اصلا في الجيم فيه بتاع 3 4 لوكر، بس اوريكم لوكر واحد عشان طبعا يعني مش اكيد. ده يا جماعه بقى اللوكر اللي هو تحت الجوز بار، يعني ده اصغر لوكر في الجيم، من 4 أو 5 لوكر تقريبا، فانا قلت اوريه لكم. اميز حاجه هنا ان اللوكرز كلها بباسورد، كلها بباسورد حرفيا اهو. تكتب الباسورد بتاعك كمان بتدوس بيتفتح لك او بتقفل. الموضوع ده جامد قوي، لان يعني ولا بقى تشغل نفسك انا نسيت ايه في الجيم ويا لهوي هلاقي لي ولا لا، تبقى في امان. ولو انت مثلا مخلص شغل ومعاك شنطه الشغل ولا شنطه فيها فلوس ولا بتاع، موضوع امان 100%. ده غير ان الجيم امان 100% حتى لو مش باسورد يعني طبعا. هنا بقى انا اول حاجه عايز اقول لكم الفاكهه يا جدعان. الفاكهه من كتر ما هي حلوه قوي وفريش ونظيفه تحسها بلاستيك والله العظيم، بس هي فاكهه حقيقيه. ما اعرفش ايه ده. طبعا بقى برده بروتين، هنا بتقول له يعمل لك البروتين شيك اللي انت عايزه بالطعم اللي انت عايزه، لو في الخلاط بالكميات اللي انت عايزها. يعني مثلا عايز اشرب عصير سكوب بروتين مثلا على افوكادو على موز على مكسرات، اقول له كل ده، اقول له بالجرام وهيوزنوا لي 100 جرام، يعمل لي البروتين شيك بتاعي مخصص بالجرام. غير بقى كميه البروتين بارز بانواعها الغريبه فشخ والجامده فشخ. دي بقى الاريا بتاعت الظهر كلها، اجهزه الظهر كلها بتاعت الظهر والباي، اجهزه السحب يعني ظهر والباي. يعني احنا وريناكم الاريا بتاعت الشيست، وريناكم بتاعت الرجل بتاعت الظهر. هنا بقى في برضه باي وتراي، وباي في باي وتراي في كل حته يعني. دي بقى اوضه الجيم البرايت. هنا بقى الهدوء خالص، عملت عزل في هنا بقى. الاوضه دي كلها اوضه كبيره، بس انت لو واحد مش عايز وجع دماغ، او انت واحد عايز حاجات بيزك، تمارين بيزك، تلاقي بقى الاجهزه البيزك كلها، ظهر من شيست الكتف الباي التراي الرجل، كل حاجه هنا عادي جدا في الاوضه برايفت. بس دي بقى برايفت روم. ده غير ان برضه هي جوه بتضم برايفت روم للناس بتوع البوكسنج، يعني هم ما لهمش نفس لو فايتر بوكسنج ام ام اي ايا كان، في برضه الاوضه برايفت دي ليهم. يا جدعان انا مش عارف والله اقول لكم ايه، انا مش عارف. تفتكروا الجيم ده يكلف كام؟ تفتكروا الجيم ده، تفتكروا الحته دي بس تكلف كام؟ او تفتكروا جيم بعدد الادوار الكتيره والاجهزه الكتيره وكل ده يكلف كام؟ انا اوريكم اخر حاجتين مثلا في الجيم يعني، او اخر حاجتين من وجهه نظري انا، عشان ممكن اكون ناسي حاجه او خلاص تعبت. طيب يا جماعه اللي شايفينه قدامكم ده دي جي وسماعات دي جي وكيبورد دي جي حقيقيين، بس بالليل بيبقى تبقى دي اغاني الجيم العاديه. لكن كل يوم من اول 12 الظهر لحد الساعه 6 المغرب بيجيبوا دي جي حرفيا بني ادم هو اللي بيبقى قاعد. وقبل كده جابوا دي جي مارشميلو، جابوا اسامي كبيره برضو. طب يا جماعه عايز اقول لكم بقى دي تاني اريا للكارديو، اجهزه البطن. احنا وريناكم اريا للبطن ووريناكم الستير ماسترز الكتير، يعني هنا بقى دي كل اجهزه البطن الاساسيه والمهمه. في بقى طول ما انت ماشي في الجيم هتلاقي جهازين 3 بطن كده يعني عادي. طبعا عندك 1 ستير ماستر 2 3 4 5 6 7، الصف ده كله كده كله ستير ماستر، يعني بتاع 20 ستير ماستر. ده غير ال 20 ستير ماستر اللي في الاول. يعني تخيل تبقى قاعد بتلعب الكارديو قدامك وده الفيو بتاعك. يعني انت قاعد بتلعب الكارديو ومتقدر ومقتول ومفشوخ عرق، وحرفيا ده الفيو بتاعك. ناس بتتمرن باجهزه جامده، شاشه جامده، لوجو روح تحفه. كل واحد جاي فعلا يعمل عضلات، كل واحد فعلا جاي يتمرن. انت جاي اي حد هنا هتلاقيه يا اما بيحضر لبطوله يا اما بيتمرن جامد، لان انت دافع اشتراك غالي برضه بنفس الفيو الجامد بتاعنا. تعالوا اوريكم برضه، مش عارف ده محل سبلمنتس رقم كام يعني، بس تعالوا نشوف. طبعا احنا 24 ساعه احنا والشباب مع بعض، طبعا لازم خليكم تشوفوا كل حد كده. معانا كابتن هشام المرجوشي العالمي، بس ماي لافلي مرجوري. مجهد شويه، هو مجهد شويه، معورين في التمرين والدم مغرقنا، بس هنعمل ايه؟ يا جدعان والله ربنا يكون معاه طبعا، ربنا يكون في عونك يا كابتن اتش يا عالمي. ربنا معاك انت يا حبيبي، وتشرفنا هتشرفنا ان شاء الله باذن الله، زي ما انت دايما مشرفني بصراحه. حبيب قلبي يا كابتن هشام. انا جدعان اقسم لكم بالله كل واحد فينا جايب اخره، بس والله اللي مقوينا طبعا بعد ربنا الصحبه والجدعنه اللي احنا فيها والقرب اللي احنا وعمر الله يبارك له. وعمر كابتن عمر عادي طبعا العالمي طبعا هو اللي مسكنا كلنا. فبس انا قلت كده نقفل الفلوج بقى بحاجه جميله. احلى مسا عليكم يا جماعه.